السلام عليكم شباب. هاد البروبليم باش نشوفو بزاف صراحة، انا كنت واقع فيه شحال هادي، ما عرفت هادي شحال بغيت نبغى ندوي فيه ساعة ما كتبش. البروبليم هو انه الدري تيكون يا ملابيدي تقريبا شهر شهرين 3 شهور 4 شهور، تيكون عنده حصة ديال الدراع، اكثر الحصة ديال الدراع تيبقى يلعب في التمارين بزاف. تقريبا بيسيبس يعطيها 5 تمارين، تريسيب تاهي شي 4 تمارين تاهي. ملي تبغي تلعب 4 تمارين ولا 5 تيطلب واحد الاكسبيريونس، تيطلب واحد انك ضارب قديم في الدومين باش يلاه تلعب بواحد الكواليتي، باش يلاه ما يضيعش لك تكنيك، ما يضيعش لك الريبيتيسيون، ما يضيعش لك الريتم اللي محافظ عليه في الطلوع والهبوط. باقي ما عندكش هذيك العقليه باش تلعب بديك الكواليتي كامله. هنا الدراع ديالك ما تخدمش مزيان، قول لي دير ما تيهبطش على العضله هو البيس، ما تيهبطش على مزيان لانك ما لعبتش واحد المايند سيت ديال واحد قديم. لان واحد قديم يقدر يلعب 4 تمارين ويلعبوا بكواليتي مزيانه. شوف نصيحتي لك هو انك تختار 2 تمارين ديال الباي و2 تمارين ديال التراي، تانفيستي بهم واحد المده طويله حتى العقل ديالك، حتى الكوغ والعقل ديالك ما يبقاوش يحتاجوا واحد المجهود كبير باش يلاه يتقنوا هذاك الموفمون اللي اختاريت. لان كل سيمانه الدماغ ديالك تيتعود هذاك الموفمون، متيبقاش محتاج واحد مجهود كبير باش يلاه يتقنوا. داكشي علاش قلت لك انا اختار 2 تمارين تراي 2 تمارين ديال الباي، وانفيستي فيهم الوقت ديالك مزيان واحد المده طويله حتى ما تبقاش تحتاج واحد المجهود باش يلاه تعاود تقنوا. يعني ما تبقاش تبدا في التمارين، تمرين ما تقنوا، تمرين ما تخدم واحد الكواليتي مزيان، وهذا ما كان.